حبايبي مساء الخير، وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. معانا اللحمة وبصلة وعصجناها، وبنعمل الحشوة بتاعة الكبة النية الشامية. بصلة وحمرنا بيها اللحمة، عملناها عصاج وملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وبهارات، بس كده. ومعانا هنا البرغل، طبعا بليناه برغل ناعم، بليناه خالص بحسب المية اللي هيعوزها، تاخدي بالك عشان ما يزيدش منك. وضفنا عليه اللحم، وهنضيف بصلة مبشورة، وهنضربهم في الكبة مرتين عشان ننعمهم جامد. ومعانا في الحشوة كمان مع اللحم المفروم هنحط جوز اللي هو العين الجمل مجروش او مكسرينه، وهنشوف نعمل ايه. هننعمها مرتين في الكبة وهي باللحمة كده وبالبصلة المبشورة، ملح وفلفل وبهارات والتوابل اللي عايزة تحطيها، وهنشوفها لما ننعمها مرتين في الكبة. حبايبي عملنا كمية حلوة اهو، شايفين؟ حلوة جدا اهو، جميلة جدا وماسكة نفسها وحلوة قوي اهي اهي، شايفين؟ حلوة زي الفل. دي اللحمة العصاج لما بتبقى في ايدي الحتت دي، شايفين؟ قمر زي الفل، بالهنا والشفا اهو. عاملين هنا شوية كمان غير اللي حمرناه من شوية اهم، وغير اللي في الطبق. بصوا العجينة دي اهي، برغل باللحمة، فيها لحمة مفرومة اهي، شايفين ماسكة نفسها ازاي؟ قلتلكوا لو لقيتوها طرية شوية برغل تاني تنسموهم كده معلقتين مية بس، ويكونوا ايه ناشفين، وتدعكوهم جامد وتدعكوهم في العجينة كلها. تفضلوا تعجنوا بقى. انا عجنت في العجينة بايديا زي عجينة الكفتة كتير، قبل الكبة وبعد الكبة، حلو قوي عشان ما تفكش، لمت وبقت جميلة جدا اهي. وادي اللي عملناهم جمال جدا اهي، جميلة جدا حلوة. تحطيهم في زيت عالي، وبعدين اول ما ايه الزيت سخن تلاقيه سخن توطي شوية عشان تستوي اهي، جميلة جدا. بس انا حمرتها شوية، جميلة جدا وبالهنا والشفا. ومعانا باقي اهو اللحمة المفرومة بنكمل، وبالمكسرات جميلة جدا اهي. بس بنعملها كورة كده، وبعدين نبدأ ايه نلفها اهي، نشتغل كده اهو، بس عشان انا بصور كده 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 اهي اهي، ونلف هتفتح، ونوضب بايدنا التانية ونبدأ ايه اهي، نبدأ نحط الخلطة بتاعتنا، اللحمة المكسرات اهي اهي اهي. نبدأ نحط اللحمة هنا ونبتدي نوضبها بقى عشان بايدنا التانية. اوكي، يلا بالهنا والشفا. بصوا الجمال بتاعتها اهو. يلا وهنحمر الباقيين وبالهنا والشفا. بنحمر الحطة التانية، جميلة جدا ولا احلى من كده، مفيش حاجة فكت زي الفل. زي ما قلتلكوا اتبعوا الطريقة اللي عملتها ولا احلى من كده. وحطيت كيس فيجيتار عادي كنور على فكرة على البرغل والكفتة او اللحمة اللي هي العجينة اللي بره. وحشيت العصاج، وفي المكسرات. يلا وبالهنا والشفا. بتتقلى زي العسل، بتتحمر اهي زي الفل، زيت غزير سخن وتحطيها، ما فكتش وزي الفل. حبايب قلبي اهي بتحمر جميله جدا. الزيت يبقى عالي في الاول وبعدين توطي عشان تستوي، عشان العجينه اللي بره دي بلحمه مع البرغل. يلا ولا احلى، بالهنا والشفا حبيبي، جمال جدا. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اكلات ميرا اهو، كبه النيه الطريقه الشاميه جميله جدا. عايزه اقول لكم لما تنعموها في الكبه، لو لقيتوها طريت منكم وبتلزق، شويه برغل تاني بمعلقتين ميه بساط بره، وعجنهم هتلاقيهم ايه يعني مش ناعمين ومش مبلولين قوي، وعجنيهم في العجينه كلها هتلمها عشان تمسكها وتنشفها وتلمها اهي، جميله جدا اهي. جميله جدا، والحشوه جوه حاجه تحفه اهي اهي، حلو قوي قوي قوي، شايفين؟ حلو قوي. يلا حبايبي ولا احلى من كده. بس انا اتكيت عليهم شويه في السوا، بس جمال جدا، حلو قوي، جميله.
طعمها تحفة والريحة ملت البيت كله. طعمها جميل جدا اهي زي العسل اهو. زي العسل اهو. والحشوة جميلة اهو اهو عين الجمل الجوز ومستوية وجميلة جدا. جربوها طعمها حلو جدا. ريحتها تحفة. العجينة دي باللحمة من برا، من جوه حاشينها باللحمة المفرومة، الجوز المكسر اهو مجروش. جميلة جدا، جربوها طعمها حلو قوي قوي. علشان حبيبتي اللي طلبها مني اهي، اعملي بنفس الطريقة دي وهتنجح مش هتفك منك، وجميلة قوي. الكبة النية الشامية جميلة جدا، ولا احلى من كده بجد، تحفة. طعمها جميل جدا. بالهنا والشفا لينا وليكوا ولكل اللي هيعمل يا رب ويتفرج. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب اكلات مينا على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب اكلات ميرا. وعجبوا بالفيديو لو عجبكم، وشير كتير ولايك عشان يوصل للناس الطريقة، والناس تعمل حاجة ناجحة وحلوة. يلا بالهنا والشفا، بسلام.